هذا المقطع ممنوع لأقل من 91 سنة لأنه عبارة عن تخاريف لا تناسب جميع الفئات العمرية والمستويات الفكرية، ولو اتفرجت عليه ممكن يأثر على أفكارك وقواك العقلية. يعني من الآخر بلاش تتفرج على المقطع ده، ولو ما عجبكش متوجعش دماغي، أنا واحد فاضي وبخرف. بلاش تخاريفي دي يكون ليها قيمة عندك، وبلاش تديها قيمة انشغالك فيها. وفر وقتك الثمين وروح اعمل حاجة مفيدة. كفاية عليك كده عشان وقتك خلص. اهلا وسهلا بكم في مقطع جديد. النهاردة المقطع هيكون بعنوان ان شاء الله. ناس كتير بتستخدم عبارة ان شاء الله، حتى الملحدين الذين لا يعتقدون بوجود اله بيقولوا ان شاء الله. والناس اللي بتقول ان ده تعود، اتمنى الحلقة دي تخلي المتدين او الملحد يفهم الاول معنى الجملة. اولا، في مصر دايما بنستخدم عبارة ان شاء الله لما كناية على اننا مش هنعمل الشيء ده. يعني مثلا زي لما بتقول لحد انت جاي بكرة او هتعمل الشيء ده ولا لا، فيقول لك ان شاء الله. هو من جواه بيبقى قصده ان هو مش هيعملها، او مش عايز يكسفك ويقول لك لا او كده، فبيقول لك ان شاء الله وخلاص. ولكن هي دايما كناية عن ان شاء الله يعني انا مش هعمل شيء. رقم 2، اساسا الجملة دي مش صحيحة، لان الجملة دي المفروض على حسب مفهوم الدين ان الاله اعطى الانسان حرية الارادة ان هو يعمل الشيء من عدمه، فاذا الله ملهوش علاقة بان انت تعمل الشيء ده ولا لا. يعني ما ينفعش انك تقول ان شاء الله، لان انت اللي هتعمل الشيء او انت اللي مش هتعمله، فالله سواء شاء او ما شاءش ده مش هيزود ولا ينقص معاك. وزي مثلا لو قلنا 2 هيروحوا يرتكبوا جريمة، هيسرقوا او هيقتلوا او يعملوا حاجة كده، فيقولوا ان شاء الله هنعمل كذا. فهل الله بقى هيشاء ولا مش هيشاء ان هم يسرقوا او يقتلوا ولا لا؟ رقم 3، انا عن نفسي لما حد بيقول لي ان شاء الله انا ليا رد، واغلب الاصدقاء اللي بيكلموني اللي كان ممكن يستخدموا الجمله دي هم ما بيستخدموهاش، ولكن اغلب اللي بيكلمني بقول له طب الله لو شاء انت هتعمل ولا لا، والله لو ما شاءش انت هتعمل ولا لا. طب الله لو شاء وانت عملت، او الله ما شاءش وانت عملت. يعني لو الله شاء وانت ما عملتش، او الله ما شاءش وانت عملت، هيبقى الموقف ايه او الحل ايه؟ فمقولة ان شاء الله دي اساسا يعني ولا دينيا ولا منطقيا ولا اي شكل تنفع. رابعا واخيرا، بما اننا بنتكلم عن مشيئة الله او ارادة الله او ان هو بيشاء ولا لا، فما ينفعش نتغافل عن معضلة تاريخية. واظن المعضله دي والفيلسوف قائلها هيردوا على الناس اللي بتقول ان الالحاد ده فكر ظهر مع الشيوعيه او الفكر المادي الخ من الهراء والكذب والافتراء ده. وسواء المضللين او المضللين اللي بيقولوا الكلام ده، اظن معضله ابيقور ترد عليهم. ابيقور ده شخص كان من 2350 سنه، يعني من قبل المسيحيه ومن قبل الاسلام بكثير، وده يعني اعطى عمل او قال معضلة حتى الان لم اجد احد استطاع الرد عليها. باختصار ابيقور قال لو الله يريد او يشاء محو الشر ولا يستطيع فهو ليس كلي القدرة اي ضعيف. يعني الله لو عايز ان الشر يمشي او ما يبقاش موجود او يبقى ما فيش شر وهو مش قادر، فهو ضعيف لانه مش قادر. لو الله يستطيع او قادر ولكنه لا يشاء فهو اله شرير. يعني الله لو قادر يمحو الشر ومش عايز يمحوه فهو اله شرير. وان كان الله لا يستطيع ولا عايز، يعني هو ما يقدرش ومش عايز يمحو الشر، فهو ضعيف وهو شرير ايضا، وما ما ينفعش نقول عليه اله. اما اذا كان عايز يعمل كده او عايز يمحو الشر وقادر انه يمحوه، فليه الشر موجود ومن اين اتى الشر؟ بس يعني هي دي الفكرة باختصار. عشان اكون محايد ومنصف، في بعض الناس اللي ردت على الكلام ده وقالت ان
هو في نقطة الأول بس، إن أنا أفتكر إن أنا أول مرة سألت السؤال ده لنفسي أو فكرت فيه كنت في تانية ثانوي، يعني كان عمري 15 سنة. وطبعا الكلام اللي اتقال هو مجرد أكلاشيهات وكلام كده ما بيردش على التساؤل ما بيديكش أي شيء مقنع. باختصار في ناس كتير بترد برضو بنفس الأكلاشيهات دي وبتقول أو حتى في ناس، يعني في مجاهدة مسيحية ردت على صورة كنت حطيتها عن معضلة أبيقور. حضرت المجاهدة المسيحية قالت لي ان الشر هو انعدام وجود الخير، وبيتضرب مثل النور والظلمة، يعني الظلمة دي معناها ان مفيش نور، فالخير هو النور والظلمة هي الشر، فمعنى الشر اللي هو عدم وجود الخير او النور. رغم يعني الاجابة دي اولا هي ما جاوبتش على السؤال الشر جه منين، لان المفروض حتى يعني ثانيا منطقيا فكرة ان الله هو الخير وهو النور والشر ده هو الظلمة، طب الله ده غير محدود وموجود في كل مكان، فمن اين اتى الشر بقى، ولا الشر ظهر منين؟ يعني الله غير محدود وموجود في كل مكان، فالمفروض ما فيش حاجة اسمها ظلمة، يعني ما فيش حاجة اسمها شر. اوكي، فبرضو دي اجابة وكلام يعني لم يجب على السؤال، يعني من اين اتى الشر، هو سؤال من اين اتى الشر، فهي برضو معلش من اين اتى الشر. فردت، والبعض برضو بعض المجاهدين برضو الاخرين ردوا قالوا ان الله اعطى الانسان حرية الارادة، وبحرية الارادة الانسان يا اما بيختار يعمل الخير او الشر. طيب اولا الشيطان او الشر موجود من قبل الانسان، يعني من قبل وجود الانسان الشر موجود، فبرضو كلامكم يعني هو مجرد كلام ومحاولات فاشلة ومش مظبوط. نروح لاخر السؤال ونجيب من الاخر. الله ازاي يعمل شيء يكون نتيجته شر؟ يعني الله ده خير، واي شيء هيعمله هيكون خير، يعني الله ده خير واي شيء يعمله واحد هو خير، فالمفروض المنتج بتاعه يبقى خير، فالشر جه منين؟ ازاي الله يعمل شيء او يخلق او يصنع شيء؟ ده على اعتبار او على افتراض وجود اله. ازاي الله يعمل شيء والشيء ده يكون نتيجته شر؟ انا شايف ان ممكن نقول، يعني لما فكرت في الموضوع ده قلت بقى يبقى هو ممكن عمله وهو ما يعرفش ان النتيجة هتبقى شر، وطبعا لو حد بيعتقد بالكلام ده دي هتبقى فيها مشكلة تاني، ان هو ما يعرفش والكلام ده، فهي مشكلة، هي معضلة. يعني أبيقور انا ما لقيتش حد رد عليه، فهل حد يقدر يقول لنا الشر جه منين؟ هل حد يقدر يقول ازاي الاله ده يعمل، الاله ده لو هو خير ازاي يعمل شيء يكون نتيجته الشر، وهو اللي صنع الشر وهو اللي خلق الشر ولا لا؟ على العموم ان شاء الله واذا ما شاءش الله برضو الحلقة الجاية هنتكلم في الموضوع ده بشكل اعمق. اشكركم وتابعونا في الحلقات الجاية.